اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده، والنهارده هنتكلم على الهزيمه المفاجاه والكارثيه للنادي الاهلي امام المصريه للاتصالات في دور ال 32 بكاس مصر. بس قبل ما نتكلم على احداث المباراه وتوابع الهزيمه، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. والكومنتات مهمه جدا عشان حتى لو عندك نقد سلبي ده هيفرق معايا جدا في نطور الكونتنت اللي انا بعمله، سواء من اضاءه او مايك او كاميرا، او حتى لو الكونتنت نفسه فيه مشكله احب جدا جدا اسمع رايك. دي المقدمه اللي محفظينها لي عشان اقولها. يلا بينا بقى نتكلم في احداث المباراه وتوابع الهزيمه دي. انا قلت بلاش اصور بعد الماتش مباشره علشان خاطر هي العصبيه والخناق والزعيق والكلام ده كله. قلت كده اهدى ونتكلم واحده واحده بعد المباراه، والنتيجه دي هتعبر عن ايه الفتره الجايه. اولا يا صديقي العزيز، سيبك من نغمة. اصل انا الفيرست تيم بتاعي او الاساسيين بتوعي موجودين مع منتخب مصر في افريقيا، واللي موجود مع منتخب تونس زي محمد علي بن رمضان، وديانج مع منتخب مالي، واشرف بن شرقي اللي متعور، وال 13 14 اسم الغايبين. سيبك من النغمه دي خالص. خليني اقول لك، لو ده السكند تيم بتاعك وبيلاعب فرقه منتصف جدول في الدرجه الثانيه وبيخسر منها، مش بس نتيجه، باداء ويتمسح بيه الارض زي امبارح كده، اقول لك يا صديقي ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا، وانت محتاج تغربل. وده اللي كنا بنتكلم فيه السنين اللي فاتت دي كلها. سكواد الاهلي ده محتاج غربله غير طبيعيه. عشان كده الناس اللي كانت بتنتقد اداره الاهلي في اول الموسم انها جمعت نجوم كتير واسامي عظيمه ومش عارف ايه، لا هو ده الصح. الاهلي يستحق نوعيه الاسامي اللي تعاقدت معاها، يستحق كواليتي زي تريزيجيه، وكواليتي زي اشرف بن شرقي، وكواليتي زي زيزو، وكواليتي زي محمد بن رمضان. انما لشويه اللعيبه اللي احنا شفناهم امبارح دول ما يستحقوش يكونوا في النادي الاهلي. وعشان كده بقول لك والله كره القدم في بعض الاحيان غير منصفه. يعني امبارح شفت انت في المصريه والاتصالات المهاجم الافريقي اللي هو اعتقد نيجيري اللي عنده 22 سنه، وهو بيمسح الارض بياسين مرعي باشرف داري، والراجل ده 22 سنه. هل الراجل ده بياخد نفس المرتب بياخده ياسين واشرف داري؟ لا. طب ربعه؟ لا والله، ولا حتى 5% منه. يعني الراجل ده يعني والله مش افيه، بس والله الراجل ده ممكن يكون بياخد 1000 ولا 2000 دولار وباقات النت بتاعت يو خلاص. انما حقيقه الامر الفرق كبير، الفرق كبير جدا في الفلوس. يعني انا همسك لعيب نتكلم عليه، لان بصراحه الموضوع كان مستفز جدا امبارح، وتقليل بعض الناس من الهزيمه اللي هو يا جماعه ايه اصل بطوله كاس ودور ال 32 وخلاص. لا لا لا، لما تخسر من نادي درجه تانية في كاس دي مصيبه، وتوابعها لو انت مرت بمرور الكرام يبقى عندك مشكله. خلينا نبدا بقى واحده واحده. يعني انا همسك لاعب نتكلم عليه، لانه بصراحه اللي حصل امبارح فعلا ما ينفعش يتعدى كده. يعني انا لو مسؤول في اداره النادي الاهلي والله العظيم بجد 90% من اللي لعبوا امبارح دول اللي هم محسوبين عليها لعيبه وبالمناسبه بياخدوا ملايين، يا باشا سرحهم. اصل انت لو ده مستواك يبقى انا بعمل بيك ايه؟ ما انت عندكش مجال للتطوير. لما تلعب ماتش كاس العاصمه قدام انبي وتخسر 1-0، وتلعب قدام غزل المحله وتخسر 2-1، وتلعب امبارح ماتش كاس بقى اللي هو الرسمي الاساسي بتاعك اللي هو كاس مصر وتخسر قدام مصريه اتصالات اللي هي درجه تانيه، يبقى انت عندك مصيبه. لما دول البدني بتاعهم يبقى اقل من البدني بتاع نادي درجه تانيه، وهو النادي درجه تانيه ده ما عندوش امكانياتك، يبقى احنا في مصيبه. يبقى انا بصرف غلط، بصرف عليك انت غلط. فمعلش استحملوني الفيديو ده لان همسك لاعب نتكلم عليه. رقم واحد، انا عايز اتكلم على طاهر محمد طاهر. طيب والله هكون دقيق جدا وهلاقي افضل الالفاظ علشان الموضوع ما يبقاش فيه تجاوز. طاهر ده اول ما جه النادي الاهلي اتقال لك احنا جايبين الصفقه اللي هتعوض رمضان صبحي. الناس بقى اللي تفتكر في 2020 احنا جايبين اللاعب اللي في نفس مواليد رمضان صبحي اللي كان معاه في المنتخب الاولمبي وهو اللي هيعوض رمضان صبحي. قسما بالله ما يجي شنكار رمضان صبحي. ده والله دي اشيك طريقه ممكن اتكلم بيها. 5 سنين لو انت تفتكر فيهم لقطات لطاهر هم 3 4 لقطات. هل انا جايب وينج يقعد عندي 5 سنين عشان تبقى دي ارقامه؟ هل انا جايب وينج زي ده امبارح في عز ما الفرقه محتاجه كبارها اللي هو الاسامي الكبيره اللي فيها عشان الشباب والصغيرين والكلام ده كله، يبقى هو واحد من اقدم الناس في الفرقه او الموجودين في السكواد ده يعمل فعل زي ده، ياخد انذار في التاني في منتهى السذاجه ويبوظ الماتش؟ مش منطقي. طب بلاش موضوع انفعالات، وبلاش موضوع اخطائه الفردي. طب انا طاهر بيقدم لي ايه كوينج؟ يعني انا على مدار 5 سنين انا بس ما رضيتش اجيب ارقام كل لاعب عشان ما يبقاش فيديو طويل يعني. بس من النماذج دي طاهر ارقامه ضعيفه جدا كوينج. انا لما عليت بكواليتي تريزيجيه وزيزو انا مش محتاج بقى اشوف طاهر بقى. يعني انا بقى انا عديت بقى. يعني عندي اشرف بن شرقي وعندي تريزيجيه وعندي زيزو، انا مش عايز اشوف بقى طاهر. ومعلش يا جدعان انا لو هدي
لاعب ناشئ زي عمر بن سيد معوض وهيغلط، ما انا اديله يا عم، ما هو ناشئ عنده 20 سنه ولا 19 سنه، فاديله، ايه المشكله يغلط وهستحمله. انما لعيب مواليد 97 هصبر عليه ليه؟ انا محتاج اصبر عليه ليه؟ والله يا جماعه 90% من لعيبه الاهلي لعبه امبارح دي لو انت مشيتها بكره الصبح مش هتلاقي انديه تروحها. والله العظيم اسمع اللي بقوله، والله ما هيلاقوا انديه تروحها. عايشين بالاونطه عندك في الاهلي ومستخبين في النجوم اللي عندك الاساسيين بتوعك. زي ما قلت انا هتكلم على لاعب في اللي لعبه امبارح لان بجد الموضوع يحرق الدم. هتكلم على محمد شكري. محمد شكري يا جماعه باك ليفت النادي الاهلي ده، الاهلي جايبه ب 30 مليون جنيه خلاص. وانت اصلا شكري ده انت جايبه من سيراميكا، وانت اصلا اللي كنت مدير سيراميكا خلاص. فانت اديته مثلا سيراميكا ب 5 6 مليون جنيه، جيت اشتريته منه ب 30 مليون جنيه. انا مش هتكلم معاك في الفلوس يعني اللي انت بتدفعها على اللاعب ده. بس محمد شكري ده انت بقاله في الاهلي مثلا دلوقتي 7 شهور. الراجل ده حاجه من الاثنين، يا مصاب ما بيشاركش اصلا تمام، ولما بيشارك بتشوف المستوى اللي هو بيقدمه ده. هل ده لاعب يليق بالنادي الاهلي؟ بلاش. هل ده لاعب المفروض انه بيعوض نفس مركز علي معلول؟ لا. طب هسألك سؤال تاني، هل كريم الدبيس اللي هو اصغر منه ب4 سنين اللي كان معاه السنه اللي فاتت شكري اعلى منه؟ لا. طب انا مشيت كريم الدبيس ليه؟ ما كنت خليت كريم الدبيس ولا ما تعاقدش مع شكري. يعني انا اول مره في حياتي اشوف باك ليفت بالضعف البدني ده. يعني انا علي معلول والله العظيم هو 35 سنه يفصل 10 من شكري ده، والله العظيم. لو علي معلول في سنه ده وبنص رجل يفصل 10 من شكري. باك رايت عمر كمال عبد الواحد. انا والله انا عارف ان عمر كمال ده من اللعيبه برده المؤدبه، يعني انا بس في كل الكلام ده والله بنكلمهم نقد فني بس يعني. انا عارف ان هو لعيبه مؤدبه وكل حاجه. عمر كمال من اكتر اللعيبه المؤدبه اللي دخلت النادي الاهلي. بس انا بقالي 3 سنين ما بشوفش عمر كمال. يعني انا بقالي 3 سنين بدفع مرتب للاعب وهو ما بيدينيش اي اضافه. اتمنى ان يناير ده او مع نهايه السنه تتخلص من كل اللعيبه اللي انت بتديها مرتبات وهي ملهاش فايده بالنسبه لك، وهات انزل بالاعمار، يعني هات اعمار اصغر من كده واصبر عليه مفيش مشكله، ما هو الصغير في السن واصبر عليه ممكن يديني حاجه قدام او يبقى بوتنشال قدام. انما لاعب زي عمر كمال 31 و 32 سنه، انا استفدت ايه من ساعه ما جبني الاهلي؟ ولا حاجه. الصفقة الأكثر فسادا في تاريخ النادي الأهلي أشرف داري. أنا الحقيقة مش متفهم يكون عندي مدافع بياخد بالدولار ومحسوب عليا إن هو لاعب دولي زي أشرف داري ده، ويكون لحد النهارده على مدار سنتين أنا ما استفدتش منه. خليني أقول لك يا صديقي العزيز إن أشرف داري ده على مدار سنتين في النادي الأهلي لاعب 1632 دقيقة في 24 ماتش بمعدل 18 ماتش. 18 ماتش خلال سنتين، اللي هو مواسم الاهلي الموسم الواحد في الاهلي بيلعب فيه معدل من الماتشات مرعب. فاحصائيا اللاعب ده شارك في 17% من كل ماتشات الاهلي على مدار سنتين. هل ده يصح يا جماعه؟ هل ده يصح لاعب محسوب عليا دولي وواخد مع مكان محترف اجنبي وبياخد بالدولار يكون دي عدد مشاركاته معايا؟ يمشي لو عنده اصابه مزمنه ما بقتش ليه في الكشف الطبي. خلاص يا سيدي اخطأت في الماضي، انا النهارده فرمل بقى. انا لاعب ده ممكن يكون ملوش نصيب معايا، حظه معايا مش جايب، ملوش رزق عندي هنا، يمشي. انما واخد مكان اجنبي وبياخد بالدولار ومشارك في 17% من ماتشات الاهلي، يبقى لا يستحق الوجود. يعني انا لو طلعت لعيب 2007 2008 من الناشئين قلب دفاع وصبرت عليه وهو بيغلط مفيش مشكله معايا ماشي. انما انا لاعب زي ده يكون دي ارقامه مش ممكن. يعني واحد اخر من قلوب الدفاع اللي انا بجد عايز اتكلم عليهم يا جماعه، كل الاسامي اللي بقولها دي بجد والله لا كانت لا تستحق الوجود اصلا في الاهلي. عشان كده بقول لك الغربله ب 10 و12 اسم مطلوب جدا. احد قلوب الدفاع اللي انا نفسي اتكلم عليها وبعدين بقول يعني عشان ولد مؤدب ومحترم ما ينفعش نتكلم عليه، هو مصطفى العش. مصطفى العش ده الاهلي تعاقد معاه ب 60 مليون جنيه، يعني مليون دولار وشويه. لا بيشارك ولا ليه وجود، ولما بيلعب الراجل انا اول مره في حياتي اشوف لاعب. يعني اللعيبه دايما ايه يقول لك انا المميز عندي رجلي اليمين او مميز عندي رجلي الشمال او بلعب برجلي الاثنين، انما مفيش لاعب في الدنيا رجليه اليمين مقطوعه. ده بقى مصطفى العش. لو اديت الكره لمصطفى العش على يمينه ممكن يشيل جسمه عادي عشان يستلمها بشماله عادي. طب يا ابني انا جايب نص لعيب، يعني واخد نص جسمك بستخدمه بس، يعني اديك نص مرتبك يعني. فالحقيقه صفقه من الصفقات اللي مش مفهومه. والعين اللي جابت مصطفى العش من زد ما بصتش في المركز اللي جابه اللي هو برده قلب الدفاع وما جابتش محمد اسماعيل. يعني نفس العين اللي اتفرجت على زد شافت ان مصطفى العش اميز محمد اسماعيل اللي هو راح الزمالك. طب محمد اسماعيل ده راح الزمالك بعد مصطفى العش راح الاهلي، محمد اسماعيل النهارده في منتخب مصر مع حسام حسن. يبقى انا جبت صفقه مضروبه من الاخر يعني. خلاص.
الرابع بتاعهم احمد رمضان بيكهام قلب الدفاع. انا عارف ان هو عربي من سيراميكا وما لعبش امبارح، بس برضو الراجل ده انا جبته عشان يسد معايا كاس العالم، انا ما استفدتش منه لحد دلوقتي. انا بكلمك في 3 او 4 لعيبه في قلوب الدفاع بمرتباتهم بسلطاتهم ببغى نجومهم، كنت ممكن ادي مرتب سنتين لرامي ربيعه اللي مش محبوب عند جمهور الاهلي عشان افعاله او عشان طريقته اللي بيكلمنا بيها بره الملعب. يا سيدي انا تعالى على نفسك، ولو هو مفيد للنادي هنسيبه. فلو انت رفضت مرتب لرامي ربيعه على مدار سنتين وسايب الناس دي، يبقى انت بتهرج. انت شفت نص ملعب الاهلي امبارح بكوكا واحمد رضا؟ يعني انا هبدا واحد واحد اتكلم على واحد واحد فيهم. احمد رضا ده كان في بتروجيت وانت جبته وصفقه، انت عينيك رايت ان نص ملعب بتروجيت مميز، مع ان بتروجيت كان لسه صاعد للدوري ما بقالوش مثلا 3 4 شهور، فانت شفت رايت ان هو مميز. طب ما بصيتش في نفس المركز جنبه حامد حمدان؟ حامد حمدان اللي النهارده اهلي والزمالك وبيراميدز وانديه الخليج مكسره بعض عليه عشان تجيبه. يعني انت اتفرجت على ماتش لبتروجيت ورأيت ان احمد رضا اللي هو بيلعب 6 او بيلعب 8 وجنبيه حامد حمدان، رأيت ان احمد رضا اميز من حامد حمدان فتعاقدت معاه؟ بوسكيتس الغلابه اللي احنا جايبينه. طب احمد رضا في الاهلي بقاله سنه تقريبا او سنه وحته، ما الافاده اللي عملها لي احمد رضا غير جونه بتاع بيراميدز؟ مفيش. طب انا يا جماعه بجيب لعيب 6 او لعيب نص ملعب علشان يديني ماتش او ماتشين في السنه؟ مش منطقي. احمد نبيل كوكا والله محترم جدا ومؤدب جدا وبيننا اصدقاء مشتركين كتير كتير جدا، بس بجد يا كوكا لو انت جاي لك بجد نادي في تركيا ما تتكل على الله يا عم. والله العظيم ما تقعدش تتفاوض مع الاهلي في التجديد وتقول انا عايز ملايين وبتاع. يا كوكا والله لو في نادي في تركيا عايزك روح. انا ما اعرفش ان في نادي في تركيا ممكن يكون بمستواك ده ياخدك، بس تمام لو انت فعلا عندك بجد عندك عرض من نادي يا باشا اتكل على الله. والله العظيم 3 الناس كلها هتبقى مبسوطه لك، انما المستوى المزري اللي انت بتقدمه في رقم 6 او في رقم 8 وحتى في الباك ليفت كتير يا كوكا. انا بجد بصعب على الاهلي ان هو في لعيبه بالكواليتي ده وبيفضلوا لمجرد هم مؤدبين محترمين. يا جماعه هو الادب والاحترام ده ملوش علاقه بكره القدم يعني. انا ممكن يبقى عندي اخلاق ومش اعظم حاجه في الدنيا، بس جوه الملعب راجل ملتزم جدا وملتزم بالمهام اللي بيديها المدرب. انما واحد الناس بالمستوى ده صعب قوي تكمل معايا يعني. فالاثنين دول اللي انت حاسبهم عليا نص ملعب وبتعدهم لي، لا دول مش حاجه، دول حتى في الاحتياطي مش نافعين يا معلم، مش موجودين. فبعد اذن حضرتك لو عندك المقدره الماليه تتخلص، او عندك قصدي القدره الاداريه تتخلص من كل الاسامي دي وتوفر في المرتبات عشان تدفع في كواليتي لعيبه زي ديانج بمرتبات كويسه، اعمل كده. اعمل كده. والاحتياطي بتاعهم او السكند تيم بتاعك او مش الاساسيين بتوعك هاتهم اعمار صغيره من اللعيبه بفلوس عاديه خالص ويسيبهم يغلطوا. يعني اديهم كاس العاصمه السنه الجايه ويخسروا ما عنديش مشكله، هطلع من بينهم باربع خمس لعيبه. اديهم كاس مصر دور 32 اطلع باربع خمس لعيبه. انما امبارح يشارك 15 16 15 لاعب، 15 لاعب تقريبا، ولا واحد، بلاش ولا واحد مش كلام عن الناشئين، ولا واحد من الاسامي اللي انا بعتمد عليها او المفروض بتلعب او موجوده في التمرين او بتروح كل يوم التمرين تتفرج على الاساسيين، ولا واحد فيهم مفيد. موضوع التمرين ده مهم. هو صحيح الاسامي اللي احنا شفناها امبارح دي بجد بتروح تتمرن في نفس التمرين مع الفيرست تيم او مع مش عايز اقول الفيرست تيم مع الاساسيين يعني؟ ده بجد يعني دول بيتمرنوا معاهم؟ طب ما خدتوش منهم اي حاجه خالص يعني؟ يعني مثلا اي وينج من اللي شفناهم دول ما بيتفرجوش على زيزو في التمرين، ما بيتفرجوش على تريزيجيه في التمرين، ما بيتفرجوش على اشرف بن شرقي في التمرين؟ نيجي بقى في المركز اللي احنا عندنا فيه مشكله ازليه منذ رحيل وسام ابو علي، وهي اساسا قديمه يعني. مشكله احنا دايما عندنا مشكله في المهاجم يعني، او حظنا قليل مع المهاجمين يعني. انا لعبت امبارح باتنين، محمد شريف وجراديشار، وبعدين محمد شريف طلع او حد طلع ونزل حمزه عبد الكريم. يعني انا شارك 3 من اللي هم محسوبين عليا في المركز ده هم بيلعبوا الاساسيين بتوعي. يعني حتى مع عوده النجوم بتوعك انت بتضطر تلعب برقم 9 بواحد من ال3 دول. هتكلم على واحد واحد لوحده. انا خدني الفضول وقلت اخش على ترانسفير ماركت واشوف ارقام محمد شريف في السعوديه على مدار سنتين اللي راحهم قبل ما يجي النادي الاهلي، واشوف ايه اللي شافوا او رآه مسؤولين النادي الاهلي يخلوهم يجيبوا محمد شريف. فاستعرض معايا بقى يا صديقي. محمد شريف كان بيلعب في السعوديه على مدار سنتين في نادي الخليج السعودي. اجمالي دقائق مشاركه محمد شريف على مدار السنتين 2912 دقيقه، خلاص، بعدد ماتشات كلي 55 ماتش، خلاص، ودول يعادلوا 32 ماتش، تمام. سجل كام جون راس الحربه بتاع الخليج السعودي الراجل العظيم بتاعهم محمد شريف؟ 9 اجوان في سنتين. دي ارقام باك رايت يا عم، دي ارقام باك ليفت يا صاحبي، مش نص ملعب حتى ولا وينج. 9 اجوان في سنتين في معدل ماتشات 32 ماتش، مشارك في 60% بس من ماتشات الفريق على مدار سنتين. طب انتوا رأيتوا ايه يا جماعه؟
رايته ايه مميز فيه عشان يرجع من السعوديه على النادي الاهلي؟ طب هو كان هيرجع على الزمالك، يعني سمعنا الزمالك بفوضى، يا عم كنت سيبته للزمالك. هو انا عشان ما اوديش اللعيب ده للزمالك او اسيبه للزمالك او بيراميدز او او سيراميكا او زد فاخده عندي تكمله عدد، انا محسوب عليا ليه يا جماعه مهاجم؟ الراجل واضح ان هو مش عايز يرجع نفسه. يعني محمد شريف النسخه اللي انت ممكن تكون فاكرها في 21 هي ما بقتش موجوده، هي دي الحقيقه. فهل دي ارقام واحد على مدار سنتين تخليني اجيبه اقول ان اصل ده بديل وسام ابو علي او رقم اتنين في مركز المهاجم؟ ده مش رقم اتنين في مركز الباك مش حارس مرمى يا عم ده. ايه الارقام دي؟ التاني اللي هنتكلم عنه هو جرادي شار. انا من الناس اللي اتوسمت فيه خير اول ما جه خالص، وقلت ده كواليتي كويس وراجل 22 سنه، وراجل نزل اول ماتش احتياطي قدام بيراميدز حط جون، الماتش 2-2 السنه اللي فاتت وتمام. طيب الراجل ده بقاله داخلين في الشهر السادس او السابع، الراجل ده ما بيقدمليش اي حاجه. يعني انا كمشجع للنادي الاهلي او كنادي اهلي اصلا الراجل ما بيقدمليش حاجه، وارقامه ضعيفه جدا. ما اعرفش بقى هل هو راجل ما بقاش متاقلم على الظروف في مصر؟ برضه راجل جنسيته سلوفيني، انا اصلا عمري ما شفت الاهلي بيتعاقد مع مهاجم سلوفيني يعني. ما اعرفش الراجل، بس هو بعيد، هو واضح ان جراديشار بعيد، وواضح برضه هو مش عارف يرجع نفسه. وانا مش عارف هل دي طريقه ان هو مش عارف يتعامل مع ياس تورب، او مش عارف يتاقلم مع العيشه في مصر. انا ما عنديش مبررات. انما اللي اعرفه كويس قوي ان انا عايز مهاجم رقم 9 بيجيب نص ارقام حتى وسام ابو علي، نص ارقام وليد ازارو، نص ارقام عماد متعب، نص ارقام مليك ايفونا. انا عايز المهاجم ده اللي هو من نص فرصه يودي. انما امبارح في كره لجراديشار انفراد صريح، كان ممكن يلعب للوينج اللي جاي، انا مش فاكر كان مين طبعا، مش عارف محمد عبد الله ولا كان طاهر. هو فضل الانانيه عشان يجيب نفسه، يعني يقول لك انا احط جون اجيب نفسي، الحاجه لعيبه في منتهى السوء. فانا ما اعرفش الواد ده اتحول ولا ايه، ولا هو اصلا ده مستواه واحنا كان مضحوك علينا والاول كان طفره. بس اللي انا اعرفه كويس قوي ان انا ما ينفعش يكون عندي مركز بياخد واحد اجنبي يكون بمستوى جراديشار ده. ده الاكيد يعني. طيب انا اتكلمت عن محمد شريف وجراديشار. التالت بتاعهم اللي هو المفروض ما يتحملش النوع ده من الضغوطات هو حمزه عبد الكريم. انا شايف طبعا نغمه زي اللي هي، والناس عندها حق بالمناسبه، يعني انه ازاي لعيب بالمستوى ده جاي له برشلونه، ودي برشلونه البلد ولا برشلونه الالمانيا القمح والافيهات الحلوه دي. طيب اول حاجه يا جماعه الراجل ده عنده 19 سنه، كده مواليد 2008 خلاص. فانا مش شايف ان نادي بحجم النادي الاهلي لما يكون عطلان في كاس العاصمه ولا في كاس مصر منزل لعيب عنده 17 سنه عشان يلحقه، حتى لو الراجل ده جاله برشلونه. انا معاك ان هو مشتت، بس قدر ان هو صغير جدا في السن يا جماعه، 17 سنه. وبرشلونه مش هتكلمك على لاعب وهو اهبل، يعني مش هيشوفوه مستواه تعبان فهيكلمك عليه. هما ممكن وده اللي انا يعني مقتنع بيه، ان هما شايفين فيه ان هو يجي منه بالتمرين. خلي بالك في لعيب بيبقى موهوب، في لعيب بيبقى ربنا سبحانه وتعالى مديله قدره ان هو يبقى لعيب موهوب جدا، وفي لاعب ممكن بالتمرين وبالماتشات انمي عنده شويه مهارات فيبقى تمام، وخصوصا في مركز زي مركز المهاجم. يعني انت ممكن، يعني احنا شفنا مهاجمين على مدار التاريخ مواهب طبعا، بس ممكن تصنع مهاجم. انا دي قناعاتي في الكوره. يعني ممكن الواد ده يبقى عنده حاجه كويسه، غير ان هو جسمه كويس، وغير ان هو بيلعب برجليه الشمال كمهاجم ودي ميزه. ممكن بالبدني بتاعه يجيب، ممكن التيك اوف بتاعه في الكروسات ودي باينه فيه، يعني ممكن تتطور تروح في حته تانية. فاكيد برشلونه بالسكاوتنج تيم بتاعها مش هيبقوا ساذجين ان هم يتفرجوا على لعيب عنده 17 سنه في افريقيا، او في نادي زي في نادي في مصر يعني، او في افريقيا اللي هم اللي بيشوفوها قاره اللي فيها مناجم ذهب، وهيسيبوا كل الناس اللي في سنه وهيكلمه هو وانت شايف ان ده مش منطقي. لا هم اكيد شايفين حاجه ممكن احنا مش هنقدر ننميها. وممكن اللعيب ده لو طلع خطوه زي برشلونه، وبالمناسبه دي مش معايشه، ده هو عايز يتعاقد معاه ايا كان الرقم اللي حاطه، دي مفاوضات ممكن تروح وتيجي. اكيد شايفين فيه حاجه تقدر تتطور. احنا ممكن بامكانياتنا في مصر ما نعرفش نطورها، بس هو راى ان ممكن يحصل كده. فالضغوطات كتير. تخيل انت بتصحى الصبح مهما كان سنك بتلعب رياضه معينه، اكبر انديه العالم بتكلمك، هتتشتت، ده منطقي. ما بالك بقى بلعيب عنده 17 سنه؟ فانا مش قادر ندوس عليه، يعني مش قادر احطه من الناس اللي محتاجه نتكلم عليها. بس هو ربنا يوفقه وربنا يهديه للطريق اللي يقدر يعمل فيه مستقبل. لانه لو الاهلي رفض عرض برشلونه ده، انا اعتقاد ان الولد بالمستوى ده هتروح يوديه زد، وبعدين اعاره مثلا، وبعدين يرجع لك تطلعه سيراميكا.
بالمناسبه بقى ده اللي حصل مع مصطفى فوزي مسجل هدفين المصريه امبارح امام الاهلي. الراجل ده اصلا مواليد 99 وكان بيلعب في النادي الاهلي، واللي الناس تفتكر لما جه قطاع الناشئين في النادي الاهلي كابتن الخطيب جاب مدير فني للقطاع تشيكي. مصطفى فوزي من اللعيبه اللي طلعت اعارات في انديه في التشيك، وبعد ما انتهت اعاراته رجع لك كل وقتها رفضه خلاص، واكيد من ضمن الاسباب ان كان فيه وسام يعني. وبعدين الاهلي اعاره مش عارف للداخليه، وبعدين رجع الاهلي قال ملوش مكان، طب روح مش عارف زد، طب راح زد فتعور، بعدين راح مش عارف ايه، ودلوقتي في المصريه للاتصالات. طبعا ربنا يكرمه وكل حاجه، مش قصدي ان الراجل ده يعني يستحق انه يرجع الاهلي، مش جاب جونين في الاهلي يعني، بس بقول لك دايما ان انت ما عندكش اداره تدير مواهبك او المناجم اللي بتطلع لك من قطاع الناشئين. خلي بالك ممكن يبقى عندك تيم بالكامل فيه 30 لعيب مثلا مواليد زي مثلا جيل بتاع حمزه عبد الكريم، ممكن الجيل ده كله ما طلعكش غير 3 4 لعيبه. هي الفكره انت ازاي تدير الثلاث اربع لعيبه دول وتطلع منهم باعلى معدل باعلى استفاده ماديه وفنيه. انا عمري ما شفت الاهلي بيعمل الحوار ده، ما اعرفش ليه، مع ان الاهلي عنده امكانيات تساعده في ده. فلو عايز تعالج اساس المشاكل اللي عندك ده لازم تبص على قطاع الناشئين وبيتم ادارته ازاي. ما ينفعش ان كل لعيب سابق بيبطل وانت بتحبه تقوم ممسكه قطاع الناشئين او تمسكه مدرب في قطاع الناشئين، والله ما تقليلا منهم، بس ان انت تمرن موهبه صغيره او تقدر تشتغل عليها، ده يا جماعه مش بالفهلوه، انت بتحتاج كورسات، بتحتاج شهادات عشان تقدر تطلع المواهب ده. يعني انت ما ينفعش تكون مدير فني مثلا تحت 16 سنه في النادي الاهلي او تحت 14 سنه يكون راجل خريج فقط تربيه رياضيه وشكرا، راجل بتاع بدني، لا، لازم الراجل ده تصرف عليه ولازم تديله مقابل مادي كويس يخليه ما يروحش يمرن بالليل في اكاديميات، يفضل مركز انت معاك في التمرين طول الوقت. فاساس مشاكل الاهلي هي قطاع الناشئين. عايز تحل مشاكل النادي اللي انت فيه ده ابدا بقطاع الناشئين، اصلح قطاع الناشئين وغربل الفيرست تيم في الاهلي. انت خسرت ماتش انبي في اول ماتش في كاس العاصمه، وماتش غزل المحله، وخسرت امبارح حوز مصريه الاتصالات اللي هو درجه ثانيه منتصف جدول في الدرجه الثانيه طلعك، معناها ان انت السكند تيم بتاعك ضايع. غربل. لو احنا صحينا الصبح لقيناك مش 10 11 لاعب هنبقى احنا اكتر ناس مبسوطه، لانه النادي ده يستحق انه اللي يرتدي التيشيرت بتاعه يكون عارف قيمه المكان اللي هو فيه، وقيمه الجنيه اللي بيدفع فيه، وقيمه ان هو عنده اعلى فاسيلتيز في الدنيا من ريكفري، من مدرب، من حاجات النادي بيعملها معاك. فاشوف امبارح في المصرية اتصالات بجد عشان تعرف ان الكوره في مصر يعني هي ارزاق في الاخر. والله العظيم فيهم 4 5 اسامي اقسم بالله يلعبوا دوري ممتاز مستريح، يلعبوا اساسي في انديه في الدوري الممتاز مستريح. يعني الباك الوينج اللي كان هو اسمه احمد عيد رقم 9 ده اللي كان صباح الفل كل ما يزهق يروح يرقص اشرف داري وعمر كمال. ده ازاي ما يلعبش في نادي في دوري ممتاز؟ ازاي لاعب زي اللي هو رقم 30 ده شهرته شيكا ده اللي كان برضو واكل عيش على شكري، ازاي ده ما بيلعبش دوري ممتاز؟ المهاجم الافريقي القوي بدنيا جدا اللي عنده 22 سنه ده اللي كان بيفسح ياسين مرعي في كل كوره ده، ازاي ده ما بيلعبش دوري ممتاز؟ وبالنسبه للناس ما بتاخدش ارقام، يعني انا ليا اخواتي يعني كتير في الدرجه الثانيه والناس ما بتاخدش ارقام خالص. فتحس ان الموضوع اكتر في الوكلاء وفي السمسره طبعا طولنا عليكم جدا، بس الحقيقه خساره من الخسائر اللي هيفتكرها التاريخ ان الاهلي يطلع من دور 32 في كاس مصر من نادي درجه ثانيه، من الحاجات المأساويه يعني. في نهاية الحلقة بشكرك لو انت كملت طبعا للآخر، بس ما تنساش لايك والكومنت والسبسكرايب وتفعل الجرس، وزي ما قلت لك الكومنت حتى لو سلبي والله هيفرق معايا جدا. لسه بنبدأ.